كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو رح اعمل فيها الكبة المقلية. اول شي تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هلأ خليكم معي حتى نبلش باكلتنا. بيلزمني اول شي 800 جرام من البطاطا، لازم تكون البطاطا مسلوقة عندي جاهزة. تاني شي عندي البرغل، عندي هون تقريبا كيلو من البرغل الناعم. طبعا انتو فيكن تعملوا نص الكمية اللي انا بساويها حسب حاجتكن، حسب ما بتقدروا تعملوا كمان. هلا رح انقع البرغل، يا بننقعها بالمي الفاترة او المي السخنة، ورح اتركها ترتاح تقريبا ساعة كاملة. وبينما ترتاح عندي العجينة رح انتقل هلا لأعمل الحشوة. بيلزمني للحشوة 5 حبات من البصل، نفرمهم كتير ناعم. وعندي هون تقريبا كيلو من اللحمة الناعمة. أول شي عم بقلي اللحمة، إذا في باللحمة فيها سوائل أول شي حتى يتبخر عندي وما يضل. لما أضيفلن البصل ضفتلن التوابل، البهارات المشكلة، الفلفل الأسود والملح، منحركهم حتى يصيروا عنا جاهزين. وهلا رح ضيف فوقهم البصل بعد ما تأكدت انه ما ضل فيهم السوائل. رح ضيف لهم البصل هلا ورح حركهم مع بعض، وتقريبا بياخدوا معي وقت شي ربع ساعة او اكثر حتى يصيروا عندي جاهزين. واذا عندكم مكسرات الجوز او الصنوبر فيكم ضيفوا لها كمان. وهيك صارت عندي الحشوة جاهزة. بعد ما ارتاحت عندي العجينة ساعة كاملة، وهلا رح اضيف لهم التوابل. عندي الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود، والكزبرة اليابسة، والملح، وطبعا ما ننسى الكمون. ولازم نضيف لها كمان بصلة مبروشة ناعمة، بنضيف لهم اياهم. وهلا رح نبلش نعجنهم كتير منيح مع بعض. وبس بلش العجينة تتماسك عندي وقتها رح اضيف لهم البطاطا المسلوقة. طبعا رح اضيف كل الكمية. اذا انتو سويتوا نص الكمية اللي عم سويها لازم تسووا نص برغل ونص بطاطا كمان. بعد ما ضفت لهم البطاطا عجنتهم كمان كتير منيح، ولأتأكد انه العجين صار عندي جاهز باخد شوي من العجين وحاول كبكبها لحتى اتأكد انه صارت عندي جاهزة. طبعا احنا رح نفتحها بهذا الشكل، وبعد ما ناخد الشكل اللي بدنا اياه بنحشيها بالحشوة ومنكبكبها. بعد ما صار عندي العجين جاهز رح اعمل العجين كلياته هيك على شكل كرات، هاي لسهولة الاستخدام. وهلا انا عم جرب وحدة قدامكم شوي شوي بنحاول نفتحها. طبعا كل حدا متعود على طريقة يساويها اكيد. وبعد ما صار عندي هذا الشكل هلا رح احشيها بالحشوة اللي عملتها، ورح احاول سكرهم شوي شوي لأحصل على هذا الشكل الكبة. ورح اعمل كل العجين على نفس الشكل هيك لتخلص معي كل كمية العجين. شايفين ما احلاهم طالعين كلهم نفس الشي. طبعا في ناس بيعملوها كمان بالماكينة كمان بتطلع غير شكل. هلا رح ننتقل لمرحلة القلي. بعد ما حمي معي الزيت رح بلش نزلهم شي 5 حبات او 6 حبات، لازم ما نكتر حتى ما يفرطوا معنا. هلا في ناس بيضيفوا للعجين كمان طحين، انا ما ضفت لهم طحين، متعودة اعملهم هيك. اللي بيخاف انه يفرطوا معهم بيضيفوا له الطحين حتى ما يفرطوا معهم بالزيت. واهم شي لازم يكون عندنا الزيت حامي كتير حتى ما يفرطوا معنا. شايفين لونه ما احلاه، كتير بيجننوا طالعين وما فرطوا معي ولا وحدة. شايفين؟ وهلا بعد ما صاروا عندي جاهزين راح احطهم بطبق التقديم. وهيك انا بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى انه يكون عجبكم يا رب،
وإن شاء الله إنه طريقتي نال إعجابكم. وإذا عندكم أي استفسار أو أي شي اكتبولي بالتعليقات وأنا أكيد راح جاوبكم. وانطروني بفيديو جديد.